السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباحه في يوم مسائي تاريخي للعرب جميعا. اليوم نصنع المعجزة ونصنع التاريخ. يوم السادس من 12 لعام 2022 في ملعب المدينة التعليمية كتب التاريخ للعرب. اقسم بالله العظيم ما مصدق اللحظه اللي احنا عايشينها دي، وحياه ربنا ما مصدق. المنتخب المغربي وصل لدور ال 16 تاني مره في تاريخه، والمره الاولى كانت 86 خسروا من المانيا، والمره الثانيه بيفوزوا على الاسبان عشان يكون اول منتخب عربي يصعد لدور ربع النهائي في تاريخ كاس العالم، في كاس العالم للعرب. الفكرة أن في مونديال العرب الذي يقام هنا في قطر العرب صنعوا الإعجاز يا إخوان، والمغرب تمثل الجميع. المغرب عروس العرب في هذا المونديال حقيقة، والمغرب وصلت عن جدارة واستحقاق. المغرب تلعب على أرضها وبين جمهورها، بس الفرق أنه الجمهور والجمهور العربي كامل قد جاء ليقف خلف هذا المنتخب المغربي الرائع والرجال الرائعين. أنت قلت كلمة حلوة في أول الماتش، إن اللعيبة ما بتخافش. مركب الخوف. منتخب المغرب ما بتخافش، متعودين على اللعب الأوروبي والمنافسة الأوروبية. هذا هو الفرق بيننا وبين الآخرين. منتخباتنا العربية للأسف عندها ما يسمى بمركب الخوف من الأوروبي، الفريق الأوروبي الذي يلعب في الأندية الأوروبية. هذه فئة الاحتراف يا إخوان، هؤلاء اللاعبين كلهم بينشطوا في أكبر الأندية الأوروبية، وبالتالي معتادين بشكل أسبوعي على لعب ما هكذا على هذا المستوى العالي. بيدينا دقيقتين بس على هذا المستوى العالي بيلعبوا، وبالتالي بالنسبة لهم هي مباراة عادية أن نعطي من قلبنا بمؤازرة هذا الجمهور قادرين أن نفوز. يا جماعه ارحمونا، مش كده والله العظيم رفقا بينا. الواحد عاش 120 دقيقه كلنا كنا كده، كل شويه ضغطك يعلى، لا ضغطك يوطى، ايديك بتترعش، ضربات قلبك عماله تزيد، ترفع ايدك وتقول يا رب، دموع بتنزل من عينيك. طب انا دلوقتي رجليا بتترعش ليه؟ هو مش المنتخب المغربي اول منتخب عربي يصل لدور الثمانيه، وعلى حساب مين سمعني؟ على حساب الميتادور الاسباني لاروخا يا سيد، المنتخب اللي كسب